السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه فيديو يعني بصوا هيعجبكم قوي. احنا هنعمل النهارده القرص الطريه او القرص الفلاحي بطريقه سهله وجميله ومش هتاخد منك وقت، والمقادير او المكونات موجوده عندنا في البيت. هتطلع القرص طريه زي ما انت شايفاها بالشكل ده. بصوا من جوه عامله ازاي اهي، تحفه. خلاص اهي. يلا علشان ما اطولش عليكم، يلا بسرعه نخش على الفيديو ونخش على المكونات بتاعتنا على طول. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه. كل المقادير اللي معايا النهارده، انا معايا هنا كيلو من الدقيق انا نخلاه كويس، ومعايا كوبايتين من اللبن، ومعايا هنا كوبايه زيت على سمنه، معايا 4 معالق من السكر، ومعايا معلقه حلوه كده كبيره يعني خميره، ومعايا هنا شويه خل صغيرين قوي. الخل دوت بيدي هشاشه وطراوه تحفه للعجين، ومعايا هنا كيس بيكنج باودر. انا هاخد بس معلقه صغيره قوي منه. دلوقتي اول حاجه ان انا هعملها ان انا هجيب الخميره وهجيب شويه ميه. بصوا ايا كان عندك شويه ميه او شويه لبن، وهحط فيهم الخميره كده بسم الله، وهجيب الاربع معالق السكر دول واحطهم، هقلبهم وهركنهم على جنب علشان انا عايزه اختبر الخميره اللي معايا. يلا انا جبت الحاجه اللي انا هعجن فيها وهسمي الله كده واحط كيلو الدقيق اللي معايا بسم الله. هبدا ان انا اضيف السمنه عليه. بصي هو ده انا زي ما قلت لك كوبايه زيت على سمنه. عايزه تخليها سمنه بس ماشي، عايزه تخليها زيت بس ماشي، زبده بس ماشي، اللي انت عايزاه يعني. بسم الله. هتحطيها كده عليها وهتفضلي ان انت تبسي فيها بقى بايديكي. بصوا يا جماعه، انا في المرحله دي المفروض ان انا ببس كده السمنه بتاعتي اللي هي السمنه على الزيت بشويه دي، بس نسيت احط شويه بيكنج باودر من ده، فهحطهم دلوقتي عادي. خلاص. وهبدا في المرحله دي ان انا افضل ابس كده زي الكحك كده شويه، او زي لما بتيجي تعملي البسبوسه كده لازم تبقى ايه السمنه او الماده الدهنيه اللي تخش في قلب الدقيق. فدلوقتي بصوا يا جماعه انا بسيتها خالص كده، يعني انا خليت الدقيق يتغلغل جوه الماده الدهنيه اللي معايا. طيب انا هبدا دلوقتي ان انا اعمل ايه. هحط اللبن بسم الله. بصي بقى، انت عندك لبن اللي هو لبن حليب زي ده ماشي، عندك لبن رايب ماشي، عندك ايه تاني، عندك زبادي ماشي، عندك اللبن اللي هو قطع ده اللي احنا بنقول عليه قطع ماشي. ولو عندك لبن وانت بتغليه وراب منك وفي اللي هو الميه ده اللي احنا بنقول عليه الشرش ده تحفه. طبعا انت مش هتستعمليه ولا هتاكليه يعني ولا هتشربيه ولا حاجه، هتعملي منه المخبوزات. ده هيعمل لك اجمل مخبوزات اصلا. انا كده ان انا بدات اهوت ان انا اعجن. انا عايزه العجينه بتاعتي ليها عرق. طيب انا دلوقتي شويه الخل اللي معايا اهو بسم الله هحطهم. الخل ده يا جماعه بيعمل للعجينه طراوه تحفه بجد. انا كده حطيت اللبن اللي معايا وخلاص كده الدقيق اللي معايا بدا ان هو يشرب اللبن. هبدا دلوقتي ان انا احط الخميره. بصوا شايفين شكلها طالما بدات تعمل اللي هي الفقاعات بتاعتها دي كده، يبقى الخميره بتاعتي دي ناجحه. هضيفها كده بسم الله، وهبدا ان انا اعجن كده بالراحه واحده واحده اهو لغايه العجينه لما بتتلم معايا. انا مش عايزاها عجينه اللي هي يابسه دي او ناشفه، انا عايزاها عجينه طريه. لما بتيجي تعملي مخبوزات وتطلع منك العجينه طريه بتطلع منك القرص طريه. خلاص يا جماعه بصوا هي دلوقتي داخله في مرحله ان هي تبقى خلاص خلصناها كده يعني. بصوا اهي بدات تبقى ملساء اهيت وناعمه. طب انا هشيلها دلوقتي من الطبق اللي انا بعمل فيه ده احطها هنا، وهبدا ان انا اديها ايه باللكميه كده شويه كده حلوين ماشي. انا عايزاها زي ما قلت لكم انا عايزاها ليها عرق. ابدأي طلعيها من الطبق اللي معاكي عشان تبقي مالكاها. بصوا يا جماعه انا عايزاها كده، انا عايزاها لما اشدها تتمط معايا كده اهي. مش عايزاها ان انا اقطع منها تبقى زي عجينه البسكوتات، لا انا عايزاها عجينه ليها عرق اهو. بصوا اهو كده تمت بحمد الله يا جماعه. والمرحله بتاعه العجن اللي انا بنهج فيها دي خلاص كده خلصت اهي، والعجينه زي ما انتم شايفين اهي طريه قدامكم.
هبدا ان انا اشيلها واحطها فين، احطها في الطبق بتاع التخمير اهو كده، وهغطيها واسيبها كده لمده نص ساعه ونرجع نشوفها مع بعض. يلا بينا. انا كده العجينه بتاعتي خمرت معايا اهي وبقت بالشكل ده كده. خلاص، اول حاجه هعملها ايه، هي بصوا يا جماعه هي قعدت بتاع ساعه الا ربع او ساعه الا تلت. طيب اول حاجه هعملها ايه، ان انا لازم افرغ الهواء منها الاول، ان انت تهبطيها كده كده وتحاولي ان انت تشيلي اي هواء فيها. خلاص. طيب هبدا ان انا بقى اقطع منها حتت كور صغيره على قد القرصه اللي انا عايزاها. شوفي انت عايزه حجم القرصه بتاعك قد ايه، وهتبداي ان انت تكوريها كده، عباره عن كور صغيره اهي، وهتركني كده على جنب. امشي معايا. يلا اهو حطها جنب اختها. هبدا اعمل كمان واحده اهي. القرص اللي هي الطريه والقرص الفلاحي دي يا جماعه تحفه تحفه بجد كده، مع كوبايه شاي الصبح والله في منتهى الجمال بصراحه. اهي كوري اهي، حطي جنب اخواتهم هنا. بصوا انا هخلص الكميه كلها وبعدين هنرجع تاني. انا كده خلصت الكميه بتاعت العجين اللي معايا يا جماعه، وكنت مغطياها. بصوا اهي ده بالشكل ده. هبدا ان انا اخد اول واحده عملتها خالص وهبدا ان انا افردها. بسم الله. بصوا العجينه علشان طريه زي ما قلت لكم وواخده الخمر بتاعها كافي، مش محتاجه ان انا اي حاجه افردها غير بايدي بس اهي. بصوا اهي هشيلها كده بسم الله واجي في الصينيه اهي، انا مش دهناها حاجه. هبدا ان انا احطها فيها. بصوا في ناس بتحط في العجينه ذات نفسها وانت بتعجنيها سمسم في قلب العجينه، بس انا ما حطيتش عليها سمسم. عادي يعني مفيش مشكله. عايزه تحطي عليها على الوش شويه سمسم وشويه سكر ماشي. ابداي افردي كده بايدك وهي ماشيه معايا بكل سهوله اهي. هشيلها كده. بصوا يا جماعه معلومه بقى، انت عشان تعملي القرص دي، القرص اللي هي الطريه او القرص الفلاحي، ما ينفعش ان انا بعد ما احطها في صينيه زي كده انقلها احطها في صينيه تانية. لا، هي المفروض ان هي بتخمر في نفس الصينيه اللي انت هتدخليها فيها الفرن، ما ينفعش ان انا انقلها ابدا. خلاص. بصوا يا جماعه انا كده خلصت اول صينيه اهي بالمنظر ده، وبلاش تلزقي القرص جنب بعضها عشان ما تلزقش منك، لان هي لسه هتتضاعف، الخمر بتاعها هيتضاعف. طيب انا دي اول صينيه عملتها، هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. كده يا جماعه انا كده خلصت كميه القرص اللي معايا، خلاص خلصتها ورصيتها في الصواني، وطبعا زي ما احنا اتفقنا ما ينفعش ان انا اشيلها من الصواني. طيب بصوا هنا دي الصواني اللي انا عاملاها في الاول. بصوا ما شاء الله بدات ان هي تخمر ازاي اهي. خلاص هسيبها تخمر براحتها خالص، وبعد كده هولع الفرن قبليها بربع ساعه او تلت ساعه، وهبدا ان انا اسوي القرص بتاعتي. خلاص هنسيبها تخمر بقى براحتها. كده انا القرص بتاعتي خمرت، والمفروض ان انا مشغله الفرن بقالي ربع ساعه. بصوا يا جماعه انا مش عارفه هي باينه ولا ايه عشان النور قاطع اصلا، فهي بصوا زادت، يعني هي زادت بقت الضعف. خلاص. فدلوقتي ان انا هروح احطها في الفرن وهنشوفها بقى لما تطلع بعد التسويه. بكده يا جماعه انا القرص بتاعتي خلاص كده استوت وطلعتها من الفرن. كان نفسي اوريها لكم وهي بتستوي بس للاسف كان النور قاطع. طيب انا النهارده عملتها في الفرن بتاع البوتاجاز. درجة الحرارة أنا ما عنديش درجة معينة، أنا كنت عاملاها على أعلى درجة حرارة وكانت الشبكة عندي في النص. طيب هي لو خدت السوا بتاعها من تحت خلاص ولقيتها احمرت ولسه ما استوتش من فوق أو لسه ما خدتش اللون من فوق، هحط تحت الصينية بتاعت القرص صينية تانية، هرفعها وهشغل الشواية عليها لمدة دقيقة. خلاص. طيب هي قعدت قد ايه؟ الصينية كانت بتاخد بتاع ربع ساعة بس في الفرن، دي أول صينية. بعد كده الصينية اللي بعدها أخدت 10 دقايق. وكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك.